اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، وجايلكم النهارده بفيديو كل سنه وانتم طيبين. العيد الكبير على الابواب، وجايين النهارده هنعمل الفيديو دوت عشان خاطر العيد الكبير، عشان لغرض تاني كمان انا هقول لكم عليه في وسط الفيديو. دلوقتي انا معايا دلوقتي بصلتين هنخرطهم كده بالشكل الجميل ده، ماشي. وعايزين كمان مع البصلتين دول هنخرط حباية من الطماطم. مش لكم دعوة بايديا ومش تركزوا مع ايدي، يعني كنت مش عارفة انا كنت بعمل ايه، بس المهم ايه، مش تركزوا مع ايديا. انا خرطت كده البصل اهو، ورحنا جايبين طماطمية كمان، وجبنا حبة فلفل اسمر، ودعكت البصل مع الطماطم كده مع حبة الفلفل الاسمر، ماشي. وهنحط كمان ورقتين لوري وحبهان، ومعايا لحمة كده على النار، وسبناها كده تعيش حياتها مع نفسها مع النار لغاية ما حسيت ان هي خلاص اتشوحت. رحت نازلة بالبصل واللوري والحبهان كده والطماطمايه والفلفل الاسمر، ونروح مشوحينها على الناشف كده. يا جماعه كل اللي متابعيني عارفين ان انا بحب ان انا اشوح اللحمه، اي لحوم بتاعتي بحب ان انا اشوحها، ماشي. ايا كان بقى فراخ لحمه بط كله انا بحب اشوحها، ادام مش محشي بشوحها، ماشي. فرحت جايه يا جماعه كده مشوحه اللحمه بتاعتنا كده على الناشف خالص. مجرد ما احس ان هي خلاص اتشوحت واللون بتاعها غير كده زي ما انتم شايفين اهو، وخدت الصدمه الصح على البوتاجاز، بكون دلوقتي بسخن لها ميه. لازم تنزلي عليها، لما تنزلي عليها تنزلي عليها بميه سخنه او ميه مغليه، على اساس ايه؟ ما تاخدش سوا معاكي. فطبعا احنا سايبينها دلوقتي كده بتتشوح اهي. هي بقى بتبك الميه بتاعتها وبتشربها، تبك الميه بتاعتها وبتشربها اللي هي منها فيها. ففي الوقت دوت بتديكي طعم للحمه جميل، بتديكي شوربه صافيه حلوه، غير لما تبقي تغلي الميه وتنزليها فيها. وطبعا كل دار ولها مدار، كل واحد بيعمل اللحمه بتاعته بالطريقه اللي هو بيحبها. يعني في ناس بتغلي الميه وتروح نازله باللحمه، وفي ناس بتحب تشوحها. في كام طريقه للحمه، فالناس كل واحد بيعمل الطريقه اللي هو عايزها. انا دلوقتي غليت الميه كده ورحت نازله ايه عليها باللحمه كده اهوت، بتديني النتيجه. الوقت دوت بكون الريم بتاعها طلع على الوش كده، بروح شايلين الريم رامينه كده ايه على جنب. خلاص اهو نتخلص منه خالص. في الوقت دوت بتديني بقى شوربه صافيه وجميله خالص كده يا جماعه، وتحب ان انتي تشم ريحتها. خلاص الشوربه بتاعتنا كده، حطينا بقى اللحمه كده تستوي براحتها، ورحنا جايبين راس توم كده حلوه، هرسناها كده او دقيناها، ورحنا جايبين معلقه سمنه، ونروح مدوبينها فيها كده، ونروح ايه نحمرها بقى يا جماعه. نروح محمرين راس التوم معانا، ومعلقه من الخل دلوقتي. وضحت الرؤية احنا هنعمل ايه. وحطينا كده معلقه من الخل، ورحنا حاطين حبه كزبره ناشفه نحمرها معاها، ورحنا نازلين بكيس من الصلصه اللي احنا مفرزينها. معايا معلقتين من السمنه حطيتهم في حله اتقدحت معايا، رحنا نازلين بالرز كده غسلناه، وحطينا عليه معلقه فلفل اسمر ومعلقه من السبع بهار، ورحنا جايين مقلبينه برضو، ولوري وحبهان مطحون، ورحنا حاطينه عليه. بصوا الحبة الحاجات اللي انا حطيتهم على الرز دول، نوعين البهارات دول بيودوا الرز بتاعنا في حتة تانية خالص، ماشي. نروح جايين مقلبينه، وطبعا نروح نازلين عليه بقى بالعقد بتاعه. ما ننساش الملح الابيض اللي هيظبط معانا الرز. ونروح جايين حاطين العقد بتاعه، وخلاص كده الرز بتاعنا خلص كده. بسم الله ما شاء الله. هنظبط العقد بتاعه وهنوطي عليه ونسيبه يستوي على نار هاديه. معايا دلوقتي حبه شوربه كده، ورحت نازله عليهم بحبه ملوخيه خضراء، ورحنا ماسكينه. الملوخيه لما تحطيها على الشوربه تدنك، ترفعي وتنزلي فيها عشان تعمل معاكي عرق ما تسقطش في الحله. ومعايا كده برضو راس من التوم مع حته ليا بقى، ورحنا جايين محمرينها كده، ونروح حاطين معاها معلقه كزبره، ونروح محمرينها كده بالشكل الجميل ده. بعد ما اتحمرت معايا بنروح نازلين على الملوخيه بتاعتنا الخضره الجميله. شايفين الملوخيه خضره وجميله ازاي؟ ونروح نازلينها. طبعا اعمل لكم فيديو للملوخيه بتاعتي لوحده، عشان في طريقه ملوخيه كده ان انا بحب اعملها بيها، وعايزاكم تقولوا لي ايه رايكم فيها. كده حطينا الطشه بتاعتنا على الملوخيه، ورحنا جايين دلوقتي نشوف الصلصه بتاعتنا اللي احنا عملناها اهي. الصلصه ديت كانت للفته بتاعتنا يا جماعه اهيت.
ودلوقتي في الوقت دوت بنروح بقى نشوف الرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله استوى، واللحمة بتاعتنا كمان اهيت الحمد لله استوت خالص. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نظبط العقد بتاعها ونظبط الملح بتاعها، وعايزين ناخد منها بس حبة شوربة اهو. هنشيل الشوربة ديت عشان نروح نعمل بيها ايه الاكلة بتاعتنا اللي فاضلة. هنعمل دلوقتي ناخد الشوربة بتاعتنا كانت طعمها جميل جدا جدا جدا. خلاص كده هنروح دلوقتي نجيب ايه بقى. عندنا حبة رقاق اللي كنت بقول لكم الاكلة دي لسبب تاني. عندنا حبة رقاق مش عارفين اوديهم فين، هما مكسرين مش هينفعوا صينية مش هينفعوا حاجة. جبت الرقاق بتاعي وقلت لازم اعمل النهاردة فتة رقاق عشان اتخلص من الرقاق بتاعنا اللي شاغل لي الدنيا او مبهدل لي الدنيا، كل ما اشيله من هنا يحطه هنا وهو متكسر. قلت لا اجيبه بقى واحطه كده، ونزلت عليه بالشوربه، ورحنا جايبين الرز الابيض الجميل اللي احنا عملناه وحطيناه كده على وش الصينيه، ورحنا جايين ايه فردينه. انت ممكن باي حاجه عندك في البيت عايزه ان انت مضايقاك او بتاع تشوفي السبب الرئيسي اللي انت هتعمليه او اكله تكون رئيسيه تعملي بيها وتخلصي منه. دلوقتي عملنا فته، وادي اللحمه بتاعتنا وشوربه، وعملنا ملوخيه، وعملنا اللحمه بتاعتنا كانت سخنه قوي بس والله كانت دايبه يا جماعه، دايبه دوبان السنين. وطبعا قلينا قرنين فلفل كده، ورحنا عاملين ملوخيه والرز الابيض. يا رب يبقى الفيديو بتاعنا عجبكم، مش تنسوا لي احلى لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد.